اللي قدامنا ده شاب ليبي اسمه عامر. كان رايح المطار عشان يسافر السعودية للحج، وأول ما وصل لقوا مشكلة أمنية في اسمه. الأمن قالوا له استنى شوية وهنحاول نحل لك المشكلة. وفي الوقت ده كل الحجاج خلصوا إجراءاتهم وركبوا الطيارة والباب اتقفل. وبعد ما اتحلت مشكلته، الطيار رفض يفتح الباب والطيارة اتحركت من غيره. قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال نطنا ما بنستنى خلاص، سكر باب الطائرة وطلع. ضابط الأمن قال له ما تزعلش، يمكن مش مكتوبة لك وما اتقسمتش ليك. لكن عامر رفض يمشي من المطار. وفجأة جالهم بلاغ إن الطيارة حصل فيها عطل وراجعة تاني. رجعت الطيارة واتعمل لها صيانة، وبرضه الطيار رفض يفتح الباب لعامر. الضابط قال له تاني مش مكتوبالك. عامر رد عليه وقال له إن هي حج وإن شاء الله هروح. الطيارة طارت تاني، وبعد شوية جالهم بلاغ تاني إنها حصل فيها عطل ورجعت. وساعتها بقى الطيار قال مش هطير تاني إلا لما الراجل ده يركب. وعامر سافر وعمل فيديو من مطار السعودية وهو مبسوط جدا وطاير من الفرحة إنه وصل. اتقال في اسم ربنا إنه القهار، لأنه بيقهر الأسباب لأجلك. ربنا قادر يرزقك ويقهر لك الدنيا كلها بحالها عشان يرضيك. مهما الواحد كان شايف الموضوع صعب ومعقد وملوش مخرج وأبوابه مقفلة، ربنا قادر يقهر لك الأسباب والدنيا كلها لأجله، لأجل الموضوع يتحل ويتيسر. فما تشغلش بالك وتقعد تفكر وتدبر وتخطط وتسأل نفسك مليون إزاي وإمتى. طول ما أنت عندك يقين إن ربنا قادر، صدقني هيغير موازين